وما شابه ذلك منهم. نحن اليوم لسنا لنا لتوضيح الأمر لجميع العامة هنا والحضور أننا لسنا نتكلم من وراء حجاب سياسي أو إيديولوجي أو ما شابه ذلك، والله يعلم ما في قلوبنا. نحن اليوم نتكلم باسم الطلبة، نتكلم نريد مصلى فقط، لا نريد لا سياسة ولا عداء ولا أي شيء من هذا القبيل، نريد مصلى، وهذا مطلب شرعي لتوضيح الأمر كذلك. فنحن هنا ليس للعداء وليس لمحاربة الاتحاد العام لطلبة تونس وليس لشيء من هذا القبيل، نحن هنا للمطالبة بالمصلى، هذا واضح. يقول رفعتم شعارات، نعم رفعنا شعارات ورفعتم شعارات، فالخطأ هنا على الاثنين لا يحتكره أحد، أما الصواب أين نترك للجميع الحكم على ذلك. يقولون أن الصلاة بين الصلاة ليس هو الأولى، أقول لا، الصلاة هي حياة المتقين وباب الصابرين وجنة العارفين وعماد الدين، شرعها الله عز وجل لنا، لم نشرعها لأنفسنا، وهي أمر من الله عز وجل، وتوعد لمن تركها لأنها تقرب من الله عز وجل، لأنها تفتح أبواب الرزق، لأنها تثبت بالحجة أننا مسلمون. الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قرة عين الصلاة، الصلاة بالنسبة لي هي قرة عين، هي أبجل من كل شيء، أبجل من الأكل وأبجل من الملح وأبجل من أي شيء كان. الصلاة ثم الصلاة. نحن إذا وجدنا تفاهما والله سنقبل بذلك، لكي يعرف الناس أننا حتى إذا أقيم مصلى في هذه الكلية، إذا رأيتم أننا نمارس السياسة فيه فوقتئذ كم طالب في هذه الكلية؟ 7000 6000 فيرجمونا لتبيين الحق من الباطل. نحن هنا لإقامة بيت مصلى وهذا حق شرعي. في أمريكا أقيم مصلى، مؤسسات بريطانية أقيم مصلى، في جميع كليات والجامعات بصفاقس أقيم مصلى، إلا كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. هذه خيبة عمل، وقلت لا، لماذا؟ لا أدري. نحن نطالب فوق هذه الطاولة، ولم نسعى فوق هذه الطاولة إلا لأمر نبيل، لأمر إنسان، لأمر عقل، أمر إن شئتم سميتموه، ولكن والله لا يتجاوز حدود الله عز وجل. نحن هنا للمطالبة ببيت مصلى لكم لأنفسنا ولجميع الطلبة. هل هذا طلب غير معقول؟ فليواجهني أي أحد، والله طلب معقول، ولكن لا نريد صدامات ولا نريد أي شيء، ولكن أقول لن نتراجع. المشكلة من السيد العميد وهو يعرف ذلك، لن نتراجع. نحن هنا كي نبدي نوعا ما من التفاهم والحوار والنقاش، هذه من سيم الأخلاق. النقاش هو مبدأنا، ولكن إذا كان الأمر إلزاما بأن تصمت وتسكت ولن يقيم مصلى، ونحن من نقرر هل يقيم مصلى أم لا، والوقت أيضا والمكان نبحث، لن نتراجع، لا يلزمنا أحد بذلك. إذا كان هو هناك حوار يرضي الطرفين سنرضى بطبيعة الحال. لسنا هنا للسياسة، والله لسنا هنا للسياسة، وأنتم تعرفون ذلك. وكما سلفت الذكر، إذا وجدتمونا نمارس سياسة فلكم الاختيار ماذا ستفعلون بنا فيما بعد، ولكن نحن نطالب بمصلى وهذا حق شرعي، ولن نتراجع وسنمضي إلى الأمام ولن نلتفت إلى الوراء، وهذا مبدأنا وهذا سعي.
لن أتراجع ولو كان ذلك في مماتي هنا في هذه الكلية. أعني ما أقول. يا أخ محمد بالله عليك سؤال، من نصر كل الطلبة المسلمين في الكلية خلال أحداث الفيلم المسيء للذات الإلهي؟ من؟ أليس في حق طالب؟ يا أخ محمد تكلم فيه ما كلمتكش. نعم. قمع من المان من الاول قمع من المان الحمد لله الحمد لله ناصر المستضعفين وقاهر الجبارين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد أقول لملك وطد في الثراء وله عماد شداد العراء وله رؤوس كنار على علم وأعلام كأشباح ليل للوراء ورسم على التاريخ ليس ينبغي وعلى جنود العماد لا يغرنك فؤادك الرقاق ولا تلك السرور التي ترى قد كان لمن كان قبلك مثله ولكن قريناهم فعسلنا القراء قريناهم رغم ما كان منهم ولا يخفى على التاريخ منهم ما جرى. اخواني الطلبة اخوات الطالبات لا يخفاكم ما حدث بالامس من عمر وليس داخل الجامعة وليس بالامر الجديد في كل كلية يتواجد فيها اتحاد عن طلبة تونس ثم يتواجد فيها طرف يطالب بحقوقه يعتبره الاتحاد مناقضا لحقوق الطلبة. في كل كلية يتواجد فيها اتحاد إلا وتحدث مناوشات ولكننا اليوم وليسمعنا الاتحاد العام طلبة تونس ممثل في طلبته أننا نحمل مسؤولية كاملة لإدارة الكلية وللمجلس العلمي نظرا لما أبداه من لاوبالات بمطالب الطلبة وما أبداه من تعنت. وليسمع الاتحاد العام طلبة تونس أننا رغم ما رأيناه لن نلقي الاتهامات جزافا. نعم رغم ما حدث بالأمس ضرب أحد أخواننا المطالبين ببيت الصلاة، ولكن أرجو أن يكون الأمر واضح أننا نحمل مسؤولية كاملة للمجلس العلمي ونطلب منه أن ينظر إلى طلبته. وين محمد الزين قاعد يحكي؟ أن ينظر إلى طلبته بعين الرأفة والشفقة. يا عميد الكلية أترضى أن يحدث هذا في كليتك؟ يا عميد الكلية حدث ما لم نكن نتوقعه، حدث ما كنا نشاهده على شاشة التلفزيون في منوبة وفي سوسة، ولكن لم نكن نتوقع يوما من الأيام أن
نشر هذا في كلية الآداب بالشاخص، ولكن رأيناه عيانا. ما كانت تصوره شاشات التلفزة الوثنية من اعتداءات يقولون انها مورست من شباب الملتحي. ورأينا بالامس صفحات الانترنت كيف تتبادل هذه الاخبار، وكأنه لا يوجد في هذه الكلية ما يطالب بالمصلى سوى الملتحين. ولينظروا في الطرف الآخر كم من ملتح فيهم يتشبهون بالشي جيفارا، يتشبهون بالشي جيفارا، يطلقون ريحهم. ولم تطلق عليهم التلفزة الوثنية يوم من الأيام أنهم ملتحون. نعم، في هذا اليوم يخرج أحرار تونس للتنديد بهذه التلفزة، ولكننا اليوم نحن أيضا في نفس الخندق نطالب بمطلبنا الشرعي، ولا زلنا كذلك صامدون ولن نترك الساح. أننا هنا اليوم وغدا وبعد غد إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وأنبئكم أن يوم الأربعاء القادم بحول الله وبمشيئته سيكون يوما، سوف يكون يوما يستبشر به المؤمنون. سيجتمع هنا كل طلبة صفاقس، سيجتمع بكلية الآداب بصفاقس لمشاركة طلبة صفاقس في مطلبهم الشرعي. وستبين أي من الكفتين تميل. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، كما أسلفت أن وقفنا الاحتجاجية مستمرة لا سمح يا ياسين، شوف لي سمح انت من لا سمح لا يا ياسين سامحني، انتم ناس متعودين بهذا والكلمه موجهه. احنا عندنا ناس متلقعين. لا عندنا انا سامحني خليني افهم ياسين سامحني. عندي حلم الحمد لله كان امس على ما صارش مني انتهى. الحمد
بعد تريد المدح ما تجيش بالمدح بتاعي بعد كل لا خلق العميد موقف مستعد الوقفه تو اسمع هي مش صلى يا اخي مش داخل مصلى مش نهبطوا الاسماء يقول ندخل العميد ندخل العميد نرى الموقف نتاعنا المواقف المطالب بتاع طلب المشروع الكل من طرف مش تتعمر في ليسته واحده وتتقدم من الاداره يتقدم من الاداره والمطالب الاخرى تتقدم خارج الاداره هذوما متفقين عليهم مع بعضكم ولا وتقدموهم بس كم الكل هذا ما حد يختلف نقول لك ايش صاير هكا ولا يصير هكا ولا ما يصير نحب نقول لك ايش صاير اليوم سهل هكا وتكبر الراي نطلع زوز العميد ولا يدري ولا اما هذا يقولوا نفرض ونستعمل اسماء هكا ما قبلها شكر هذه ولا ما تقبلها اليوم في تونس العاصمة نهار 24 لقاء مؤتمر اصدقاء سوريا النهضه ليس عداشا من كليه اداب المسيره نحن ناويين نخرجوا المسيره العام بالنبي هذه مسائل السيد الفرح فوق الطاوله فهمنا امس يا حمدي لو كلامي انا وياك امس شنو؟ انه يحدث العمل الموازي وبعد العمل الموازي انسحب خرج الناس اللي معك حبنا نقدم في وليعد للدين عزه وليعد للأقصى
والله في انتظاركم بحول الله بالمصلين باذن الله. فقط بعض الهمه، بعض الثقه في النفس، بعض التوكل، بل كثير التوكل. انتم اليوم تبنون مجد شديد في تونس. اول كليه اداب في تونس يصير فيها مثل هذه التحركات. ما صار بالامس هو عنف، ولا ندعو الى العنف، وندعو الى ما بدلتم عنف التسامح. ما صار بالامس مشكله مفتعله، لا يمكن ان تفت في صفوفكم، لا يمكن ان تشردكم. انتم اليوم اخواني بمجرد صعودي على الطاوله بامكانكم ان ترحبوا عددكم الكبير. انتم اليوم الاغلبيه في الكليه، انتم اليوم كل الكليه، حتى اخوانكم في الاتحاد ليسوا ضد مطلب المصلى. فقط بعض التحاور، فقط الجلوس وجه لوجه والتحاور، فقط تناول، فقط تناول المواضيع بموضوعية، فقط تحمل المسؤولية، فقط تحمل المسؤولية، فقط استشعار حجم هذه المسؤولية. أنتم اليوم بتكاتفكم إسلاميين مع رجال يمكن أن تبنوا تاريخ جديد في تونس كاملة. خلي المبادرة كل منكم يكون هذا بالضبط. خلي المبادرة تخرج من هنا. خلي المبادرة من صفاقس تخرج لهنا. يديكم في يدين بعضكم. ومطلبكم واحد. أمس حكيت مع اللي جات وقال ما ضد المصلى أصلا. ما فماش مشكلة أصلا. فقط التحاور. فقط التناقش، فقط الجلوس على طاولة واحدة، والأمور كل الأمور لها حل مهما استعصي. الإدارة أيضا ليس لديها مشكل في المصلى، فقط تريد توافق طلابي في الكلية. طلبة الاتحاد كما أظهروا بالأمس على استعداد التحاور. نريد تطبيق هذا الاستعداد على أرض الواقع. نريد الجلوس على طاولة واحدة. نريد بناء مجد جديد هنا. نريد بناء تاريخ جديد. نريد تجاوز كل الماضي السيء. نريد تغاضي كل الماضي الأسود. أنتم طلبة فقط، بغض النظر عن جميع المرجعيات. لا يوجد طالب في تونس ضد الصلاة. لا يوجد طالب في تونس ضد تحتاج مصليات، بل ربما كلهم أو أغلبهم يصلون. بالأمس شبه اتفاق أن يتم التوافق حول مصلى تدير شؤونه لجنة طلابية مستقلة. لا بأس لدينا بهذا الاقتراح، بل نؤيد هذا الاقتراح، بل ندعم هذا الاقتراح. فقط التطبيق على أرض الواقع. انظروا ما شاء الله كلية كاملة موجودة في الساحة، لكن ينقص فقط قنوات الاتصال والتحاور، وهذه موجودة إن وجدت العزيمة. لا يوجد مشاكل أصلا، لا يوجد مشاكل بالأساس. التحاور ووجد وفعل، الاتفاق وشبه اتفق، فقط بقي التطبيق. يجب أن تكون المبادرة أولا من اتحاد طلبة تونس، ثم الدعم من جميع الطلبة هنا. اتحادكم هنا يقول أنه يدافع عن جميع مطالبكم، وأنه على استعداد لتبني هذا المطلب. نريد
التطبيق على ارض الواقع، نريد التطبيق فقط.